ابو جنكيز خان بيتقتل وبيطرد هو واخواته السبعه من العشيره، وبيحكم العشيره عيله منافسه. عاش جنكيز خان واخواته حياه صعبه جدا بسبب تنكر العشيره منهم بعد وفاه ابوه، واتاثر جنكيز خان في قبيله معاديه لكن قدر يهرب منهم، وعيلته تعرضت لسرقه خيولها بالكامل. وفي الفتره دي اللي ما عندوش خيل معناه انه انسان ميت، وقدر بالفعل جنكيز خان يطارد العصابه اللي سرقت من عيلته الخيل ويرجعه. جنكيز خان ما كانش بس قوي، لا ده كمان كان ذكي جدا وشخصيته قويه جدا ومؤثر جدا في كل اللي حواليه، بس برضه كان عنده شويه قرارات مناخوليه، والا ما كناش هنبقى بنتكلم عنه النهارده. جنكيز خان كان حاطط قدامه هدف انه يحكم سيطرته على العشيره، بس كان في عقبه واحده في طريقه وهي اخوه الاكبر لانه احق منه بالحكم. لكن جنكيز خان حل المشكله دي بانه قتل اخوه، مع ان اخوه ده مش شقيقه، لكن عشان هو اكبر من جنكيز خان هو احق بقياده العشيره، وجنكيز خان كان عارف كده فخدها من قصرها وخلص على اخوه ومسك هو حكم العشيره. القرار ده كان مجرد بدايه لقرارات تانية كتير، وكان بيترتب عليها نتائج واحداث كتير في حياه جنكيز خان. جنكيز خان قرر يامن نفسه، حس ان اللي عمله ممكن في ثانيه يطلع عليه، زي ما هو قتل اخوه ممكن حد غيره يفكر يقتله، فاعدم اغلب زعماء القبائل المغوليه، وبقى هو بالفعل صاحب السيطره التامه وزعيم الزعماء بشكل غير معلن. بعد كده بيقرر جنكيز خان انه يطارد عشائر التتار ويقتلهم وما يسيبش منهم غير الاطفال، وده لان التتار كانوا معروفين في الوقت ده انهم مقاتلين اقوياء، فعشان كده ساب اطفالهم، وده لان الاطفال دول هيبقوا جنود اقوياء في جيشه بعد ما يبقوا من اتباعه المخلصين.